السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إخوة الكرام، عيدكم مبارك سعيد، عيد فطر مبارك سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولكم ما تقدم من الذنوب وما تأخر، إنه القادر على ذلك. باسم قناتنا المتواضعة تنبارك جميع المغاربة عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، ولله الحمد والشكر. رمضان الصراحة ولفنا الأجواء ديالو، والحمد لله واحد البركة كبيرة وكبيرة، لا صحيا لا نفسيا لا روحيا. ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ديال رمضان، وأن الإنسان إن شاء الله يطول الله في العمر، ويزيد إن شاء الله يصوم ويقوم إن شاء الله لله. واللهم لك الحمد على كل حال. تبارك الله، كان رمضان جميل والأجواء زوينة إن شاء الله. الله يجعل ربي يديم عنا هذه النعمة هذه. ونحن نغادر رمضان ونستقبل شهر شوال، واللي عنده القدرة إن شاء الله يحاول أنه يصوم هذوك 6 أيام من شوال، راه فيها فضل كبير عند الله. وبمجرد أن تيدوز العيد ديال رمضان أو عيد الفطر، تيبدا التفكير ثاني في العيد الأضحى والعيد كما نقدر نقولوا احنا كمغاربة العيد الكبير. فنسأل الله يحرم أحدا من فرحة العيد، وأن شاء الله كلشي إن شاء الله غادي يعيد رغم المشاكل رغم الغلاء. إن شاء الله تا واحد ربي ما يخلي تا واحد، كلشي إن شاء الله غادي يعيد وبأفضل حال. الله هو الرزاق، من هنا للعيد راه كلام خر. نسأل الله أنه ييسر للجميع، كل محتاج إن شاء الله ييسر ليه الله. هذه سنة لمن استطاع إليها سبيلا. الإنسان اللي عنده المقدرة أنه يضحي فليضحي، واللي ما عندوش راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانا كمغاربة معروفين بالتكافل الاجتماعي، الدولة راه غادية بالتكافل الاجتماعي، الناس يتعاونوا مع الناس، الدراوش مع الدراوش، وغادية الأمور بحال ما هكا. كلشي تيعيد، ما كاينش شي واحد ما تيعيدش، كلشي تيعيد، رغم راه كاين المشكل ديال الغلاء كما قلت، ولكن الحمد لله على كل حال. ان شاء الله غادي يكون الخير، ونسأل الله انه يوفق الجميع. وتحياتي وعواشر مبارك.